سهل. نشوفو قياس ديال حليوه قديمه، يعني حليوه مغربيه تقليديه 100% وبسيطه كما كتشوفوا، مقادير بسيطه واقتصاديه. حلوه ديال كيكس ديال الماكينه او الحلوه ديال لومبود التقليدي. بالنسبه للمقادير كما هي حلوه تقليديه، نشوفوا الطريقه التقليديه ديالها. عندنا هنايا طاسه ديال البيض، لاحظوا معايا عندي هنايا خدات لي 6 ديال البيضات، طاسه نفس العبار ديال السكر، نفس العبار ديال الزيت، يعني طاسه. وعندي جوج خنيشات ديال 7 غرام ديال الخميره الكيماويه، كبيصه ديال الملح. هنايا كاين بشر، يعني القشره ديال الليمونه محكوكه ديال 2 ليمونات كبار هنايا باش كيعطينا داك المذاق د الليمون. وعندنا الجنجلان كيبقى اختياري، انا عندي هنايا 3 كاس ديال العنبه اللي حمرته شويه في المقله ديال الكغايف ديالنا التقليديه، او حمروها شويه في الفريق باش كيطلق ديك النكهه ديالو. والدقيق كيبقى على حسب الخليط. حنا غادي نشوفوا مع بعضياتنا. هادو هما لي زومبول اللي غادي نحتاجو، يعني اللومبوط اللي هو طويل ومدور اللي كنعقلوا عليه دائما في الصغر، والماكينه حنا غنشوفوا ملي غادي نخدموا الخليط ان شاء الله. وبالنسبه اللي ما عندوش شي ماكينه قديمه، حنا كاين ماكينه الام ديالنا تبارك الله بقينا كنستعملوها. كاين دابا لي ماشين ديالهم ديال البلاستيك كيتباعوا في الاسواق يعني ديالنا معروفين، ماكينه بلاستيك الثمن ديالها اقتصادي، يمكن لكم تستعملوها. ندوزو ان شاء الله الطريقه على بركه الله. بسم الله. نبداو بالبيض. بالطبع يمكن لكم تخدموه في الماكينه، انا غير بما ان حلوه تقليديه نوري لكم الطريقه التقليديه ديالها. نزيدو الزيت والسكر، وبالطبع قبيصه ديالنا ديال الملح. ودابا ندوزو باش نخدموها. بسم الله. خصنا نحاولوا ما امكن هذا السكر يذوب معنا باش كتجي باش كيجي كيكس ديالنا غزال، يعني كما خصو يجي. نبقاو نحركو كنحركو بيدنا، طول ما حنا كنحركو كنحسوا بداك السكر تحت الاصابع ديالنا، يعني اون فوا غيذوب معنا ما غادي صافي غادي نعرفوه. بالطبع بالباتوس كتجي يعني كتوجد داير كتجي اسهل، ولكن هكذا نرجعوا الذكريات ديالنا بالطفوله. من بعد ما خلطناهم حين كنعملوا يدنا هكذا ما كيبقاش الحس ديال السكر. انا قلت لكم اذا شفتوا غتعذبوا عملوا ماكينه ديال الباتوس الكتريك. غنزيدوا قشره ديال الليمونات، 2 ليمونات كبار، نزيدوا الجنجلان ديالنا اللي حمرناه شويه، غنزيدوا واحد العدد ديال الدقيق، عاد نزيدوا الخميره الكيماويه. دائما نفس الطريقه نعملوا شويه ديال الدقيق بهذا الشكل هذا. بهذه الطريقه دائما نبداو شويه ديال الدقيق، نزيدوا الخميره الكيماويه ديالنا. بسم الله. نحرك شويه داك القشره د الليمون كتعطي واحد الرائحه غزاله، واخا دابا اللي باقي ما ذاب. صافي دابا كتكون اندمجت الخميره ديالنا، وغادي نزيدو الدقيق شويه بشويه وحنا كنخلطو. ما خصناش العجينه تبقى مخوفه معنا شويه، سورتو اذا كان حنا كنعرفوا بزاف الانواع ديال الدقيق كيشربوا باش ما كيرجعلناش كيكس قاصح في الماكينه. صافي كما كتشوفوا من بعد ما جمعت العجين ديالنا، لاحظوا خصو يبقى رطب، يعني شويه كيلصق معنا هكذا، لانه هو غيزيد ينشف مع الوقت وحنايا كنخدموه. شويه ديال الزيت، غادي نعملو كويطات باش غادي نغوزوهم في الماكينه. صافي ماشي ضروري يكونوا معوضين، لانها باش نعملوهم في الماكينه يجيونا ساهلين بهذه الطريقه. انا كنحتاجو ناخدو كتله بكتله باش كيسهل علينا الامر. صافي غادي نكوهم كاملين. غادي نوجد الماكينه ديالي بواحد من لي زومبول اللي شفتو، اما مدور ولا طويل تما عندكم الحريه الاختيار، وندوزو باش نعدلوهم. صافي من بعد ما وجدت معنا العجينه ديالنا عملتها في الماكينه اللي قلت تقليديه، يمكن لكم تعاودوها بماكينه ديال البلاستيك، وعملت لهم بولي هو مدور. صافي نشبرو فوالا كيكس ديالنا، اما غادي تقطعوه هكذا فقط تشكوه في السوينيه، حاولوا تعاودوا باش كيبقى بالفورمه ديالو، او بالنسبه اللي كيعجبو كيكس ملوي دويره هيدا بحال ديال حلزون
غادي ننزلو نعاودو واحده اخرى باش تشوفوها. فوالا حنا حين كنا صغار واحد كيدور الماكينه واحد كيقبض باش كانوا كيلهيونا في الاعياد وفي المناسبات. صافي نستمر بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نعملوا هاد الفران. اذا كان الفران بالزنقه غادي يكون حسن يعني فران شعبي. ما كانش غنعملوها فران على 180 درجه وننتبهوا عليها، مجرد انها تحمر يعني بسرعه غادي يخرجوها. بالنسبه هذا لومبو باش نعملوه بحال الشكل ديال كنقولوا حنا المشطه. اذا بغيتو تبدلوه حنا نشوفوا النتيجه النهائيه كما ان شاء الله. كتشوفوا الصينيه ديالنا ديال كيكاس الماكينه مدور من بعد ما وجدت. دابا كل غادي نعملوها الفران تطيب غيحديو عليها. بالنسبه اللي عنده فران تقليدي د الحومه غيكون حسن وحسن، ما كانش يعني فران على 180 درجه وما تعطلوش بها واحد 10 ما بين 10 و 15 دقيقه ونرجعوا نشوفوا ان شاء الله النتيجه مع بعض. الماكينه من بعد ما وجد هذا اللي بالمبوطوي وهذا اللي مدور. نتمنى يكون عجبتكم لا غوسيت. هذه الغوسيت الاصليه التقليديه ديالنا. اذا عجبتكم عملوا جيم تابونوا على الفيديو سهل. نشوفوا دائما لي غوسيت التقليديين ديالنا وبزاف لي غوسيت يعني اجنبيين وعربيين. نتمنى تعملوا جيم وتابونوا على الفيديو سهل، وبصحه وبسلام عليكم.